عليك أحسن. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبنا. وعلى فكرة الأستاذ محمد قطب ربنا يديله الصحة يمكن يكون بيتفرج على البرنامج ده، قال لي في معتقل القناطر إن في مفكر إنجليزي كان كاتب مرة يقول: احذروا هذا الضرير الهزيل الذي أعاد شباب القرآن. من حد. ومعانا كمان الأستاذ سيد الغضبان المفكر الحر المسلم المصري الصلب المؤمن، ومعانا الشيخ سيد القاضي ربنا وهبه برضو حلاوة الصوت. وإحنا هنبدأ القرآن الكريم وربنا يرحمه. ربنا يرحمه. الأستاذ سيد الغضبان يا ريت شاركنا في الحديث عن مولانا الشيخ رفعت، وهو درة غالية وثمينة جدا من اللي وهبها ربنا لمصر، ومصر بدورها وهبتها للعرب والمسلمين. نعم. كما هي عادتها. لأن احنا هنخش بعد كده في موضوع عن القرآن المصري والقرآن المستورد. الجزئية اللي أنا أقدر أتكلم فيها هي علاقة الشيخ محمد رفعت بالإذاعة، الإذاعة المصرية. أيوه. الشيخ محمد رفعت لسوء حظنا إن البعض أفتى له وهو بيقرأ قرآن إن هو ما يسجلش ويرفض التسجيل. حاولنا بقدر الطاقة، الإذاعة المصرية حاولت وكان يسبق وجودي، إنما الإذاعة المصرية حاولوا بكل الوسائل إن هم يسجلوا له القرآن الكريم باعتباره صوت فعلا ملائكي. رفض بإصرار، وكان رفضه بمنطق ان بعض الناس قالوا له لما هتسجل هذه التسجيلات ستعبأ على الاسطوانات، الاسطوانات دي هتذاع في كل مكان، وقد تكون اماكن يعني ما يصحش يقرأ فيها القرآن. نعم. في ناس قاعدين بيهرجوا، ناس بيعملوا مقاهي، فرفض رفضا حاسما انه يسجل. وبالتالي الاذاعه كانت في حيره من امرها. بدأوا في بعض الأحيان يسجلوا تسجيلات على خفيف من وراه، ولما توفي رحمه الله جينا ندور في الإذاعة على تراث الشيخ محمد رفعت عشان نذيعه. نعم. فلم نجد له في تسجيلات الإذاعة. يمكن الإذاعة. أنا كنت هسأل سؤال دلوقتي: كيف تعاملت الإذاعة مع الصوت؟ هو كان بيقرأ على الهواء. هذا الصوت المعجز. لا، الصوت ده كان يعني طبعا يعني احنا اتعاملنا معاه ازاي كإذاعة؟ كان علامة من علامات الإذاعة. نعم. يفتتح الإذاعة بالقرآن الكريم، وهو علامة مميزة للإذاعة. ندور على تسجيلات الشيخ محمد رفعت، ما فيش تسجيلات، غير بعض التسجيلات ضئيلة جدا ومشوشة جدا لأنها مسجلة بطريقة بعض الهواة لحسن الحظ، يعني ربنا أكرمنا أن بعض الهواة كانوا بيسجلوا له من وراه. طه باشا السيوفي أظن. نعم. وبعدين هؤلاء الناس زكريا مهران باشا مشكورين. نعم. جم قدموا للإذاعة كم كبير جدا من هذه التسجيلات. نعم. اللي سجلت بأجهزة بدائية جدا. أيوه. كانت النتيجة أنها تسجيلات لا تصلح من الناحية الهندسية للإذاعة. نعم. فالإذاعة القسم الهندسي فيها كملت بعض آيات فيها. ما كنا هنفتح الموضوع ده يا عم الشيخ أبو العينين. جابوا بعض التسجيلات وحاولوا بوسائل شتى إن هم ينقوا الصوت. نعم. لكن مهما بلغ كان بيظل فيه أيضا لون من التشويش. نعم. طبعا. ولا أنسى رحمه الله واسمه أحمد عبد الحميد، كان في ذات القرآن، كان يعني في الشؤون الدينية كان يعني مختص بهذا العمل. نعم. بيحاول بقدر الطاقة إنه، ولما التلفزيون فتح بدأ ينشط أكتر في إن إحنا عاوزين بأي شكل نعمل هذه التسجيلات ونديها للتلفزيون. بعض التسجيلات زي ما قال فضيلة الشيخ أبو العينين وجدنا فيها بعض آيات أو عبارات ساقطة. ما هيقول لنا مش خبرين دلوقتي، هيكلمنا عن الموضوع ده. أقرب الناس إلى إنه هو يستطيع إنه فملأ هذا الفراغ. نعم. إذن يا أستاذ سيد، أنا عايز أسأل سؤال، والسؤال موجه برضه لفضيلة الشيخ أبو العينين. إحنا ما عندناش المصحف كامل وصوت الشيخ رفعت؟ لا إطلاقا. أليست هذه جريمة؟ لا، بس هي جريمة غير مسؤول عنها أحد، لأن هو حقيقة هو اللي كان مصر إصرارا ألا يسجل صوته. يعني الإذاعة الحقيقة طب هو وصلتنا أنا شخصيا وصلتني معلومة
تسيء لعم الشيخ رفعت. بيقولوا انه ابنه قال له لو سجلت لو سجلت لهم هيستغنوا عنك بعد كده. هو هذا الكلام محمد قاله كويس. وللاسف ده الى جانب، بس هو عاوز اقول ايه، هو بالنسبه له الشيخ رفعت انا بعتقد ان هو كان رجل يعني كان زاهد، ما اعتقدش ان هو تاثر لازم قوي. يبقى زاهد. لا ده روح. مش خلفع، ده روح، ما تاثرش قوي بموقف ابنه. لا، هو كان تاثره الاساسي بالفتوى اللي سمعها، انه خايف ان هذه الاسطوانات تذاع في اماكن ما يصحش القران مثلا. ايوه، اعتقد دي اللي اثرت فيه اكثر. انما ابنه ايضا كان عنده هذا الاتجاه. نعم. وكان متصور هذا التصور. نعم. فللاسف مش موجوده هذه التسجيلات، والتسجيلات الموجوده اللي هي ضئيله جدا جدا. مهلهله برضه. عملوا مهلهله، لكن ايه، عملوا جهد خارق. نعم. عم الشيخ توصل في الاخر. حضرتك كان ليك، انا رايي ان اسمح لي ان اتطاول، كان ليك الشرف والحظ انك تكمل طبعا بعض ايات عم الشيخ. فاكر يا متطوع. مولانا؟ متطوع طبعا. متطوع. امال ايه؟ طبعا يا سيدي، ما انت ابنه. امال ايه؟ انا استغربت حتى لما دعيت الى هذه الجلسه، لما قالوا لي الاخ احمد، استغربت ازاي مين عارف ان انا كنت لي علاقه بالشؤون الدينيه. انا كنت مدير الشؤون الدينيه في الفتره دي. فيعني هي مرحله في حياتي لا يعرفها الا قليلين جدا. نعم. فانا الحقيقه يعني اسعدني جدا ان هذه الفتره تذكر ايضا، رغم انها كانت فتره ساعدتنا كمان كانت فتره عابره. انقذتنا. لا اقول لك على حاجه ظريفه جدا في الموضوع ده. انا نقدت الشؤون الدينيه ازاي؟ انا كنت في صوت العرب. نعم. وبعدين حصل خلاف، رؤية ان انا انقل من صوت العرب، فمدير الاذاعه رحمه الله كان بينقلني على اساس عقاب. طب فناداني قال لي متهيألي انت قسم ايه؟ قلت له قسم انجليزي، كليه الادب قسم انجليزي. قال لي متهيألي يبقى الشؤون الدينيه منفى كويس. قلت له بالظبط. الشؤون الدينيه. فنقلوني الشؤون الدينيه. وبعدين بقيت مدير الشؤون الدينيه. ده من حسن حظنا. فالحمد لله ربنا اكرمني بان انا رحت هذه. نعم. وكانت فتره قليله لكن حاولنا فيها ان احنا الى جانب ان رحت لقيت الشؤون الدينيه عباره عن الاتي: قراءات قران كريم واحاديث صباح. نعم. للعمالقه اياميها. نعم. وحديث تفسير التلاوه اللي كان نعم. بيقرا بعد قبل قران المساء. نعم. فلما جيت بقول لهم كان المسؤول عن الشؤون الدينيه قبل كده في الاذاعه يعني ناس لهم اجتهادات، بس نعم. يعني اجتهادات محدوده. طب يا جماعه، ده كل الشؤون الدينيه؟ يعني ده كل الشكل اللي بيقدم للقران للدين الاسلامي في الاذاعه؟ لا. هنقدم ايه تاني؟ نقدم برامج. قال لك والاسلام ماله مال البرامج؟ ده احنا هنقدم برامج منوعات. رحمه الله بابا شارو، له هذا الفضل لازم اذكره ليه. رحمه الله عليه. نعم. رحمه الله عليه. كان هو مدير برامج. نعم. فقال لي تعالى سيد، انت بتقول نقدم برامج ايه؟ قلت له عاوز اقدم، انا عندي فكرتين. فكره عاديه ان احنا نعمل حوار مع كبار الشيوخ، مع الشيخ شلتوت، مع المجموعات. نعم. دي وده يبقى حوار كويس جدا، زي اللي هو بنسالهم كل الاسئله اللي بتطرح الناس بيطرحوها ويجاوبوا عليها. والتاني قلت له التاني برنامج منوعات. قال لي منوعات الاسلام؟ قلت له ايوه. رمضان جاي، انا عاوز اقدم صوره لرمضان في البلاد الاسلاميه من خلال الناس بيبتهلوا ازاي هناك، المسحرات اذا كان في سهرات ايه الاكلات اللي هناك. فبص لي، طب هجيب الماده دي منين؟ قلت له مدينه البعوث الاسلاميه. نعم. اروح لمدينه البعوث الاسلاميه هلاقي من كل البشر المسلمين موجودين وبلغتهم ويعرفوا عربي. تحمس الرجل حماسا شديدا ورحت سجلت، وقال لما تعمل مونتاج سمعني. سمعته. وهديك برضو فكره تديك الاذاعه كان شكلها ايه اياميها. ده مدير عام برامج نزل بنفسه يسمع معايا الحلقه وقال ملاحظات فنيه جيده جدا، اعمل كذا واعمل كذا وده خطا وده صحيح. رحت عملت مونتاج تاني، لقيته بيتصل بي، عملت المونتاج. انا ما اتصلتش مدير عام برامج هيهتم ببرنامج وبرنامج صغير. قلت له عملت اسمعه تاني، نزل سمعه تاني بالكامل. وهو بيسمع بابا شارو هذا العملاق قاعد، الشريط شغال لمده ربع ساعه كانه لا يتنفس، وانا قاعد مرعوب. الراجل مدير عام برامج بيسمع البرنامج، واول مره
ما اعرفش هيقول ايه. وخلص البرنامج ولقيته قايم بيحضني، قال لي: يا سيد مبروك، هتقدر تعمل 30 حلقه؟ قلت له: انا مسجل فعلا ما يوازي 15 حلقه. قال لي: كمل. واصبح هذا البرنامج من احد المعالم نعم. كل رمضان، اسمه رمضان في العالم الاسلامي. ايوه يا سيدي. فكان دور الاذاعه في الحقيقه في هذه المرحله بدا يعني تتسع اولا مده الارسال لانها كانت ضئيله، فبدا يدي فرصه نعم. ان مثل هذه الامور تقدم. نعم من طريق نعم يا من سيدي. طريق الشيخ رفعت نعم يا سيدي. حقيقي يعني. ان شاء الله هنكمل السيره العطره دي بعد فاصل. ايوه جاي. تشربوا ايه يا بهوات؟ اشرب شاي. عينيا ام الشيخ ابراهيم. عينيا. والله ما فيش واحد يقول لنا تاكلوا ايه. شرب مثلا. هناخد كركديره. عينيا. وعندك 3 شاي على ميه بيضاء مع واحد النية. الله الكركديه. عم الشيخ ابو العنين، في اختلفت الروايات عن عم الشيخ رفعت، هل ولد مبصرا ام ولد مكفوفا؟ لا، كان مبصر. قالوا مرض الرمد. نعم. واراد الله له ان يتجه الى القران، يقول انه كان يتجه لنواحي اخرى لو كان مثلا بيقال ان في ست حسدته اللي كان عينيه كانت جميله جدا. دي روايه برضه تتقال. نعم. عينيه كانت جميله جدا، وواحده ست حسدته. وانا صرت معاه ليله واحده في المذبح. ايوه. في القاهره هنا. نعم. قعدت قدامه. نعم يا بختك. يعني مش جنب اللي جنبه في الدكه، ما احنا قاعدين بنقرا. هو دور ولا دور. يا بختك. هو كان يرفض ان يسهر الليالي. نعم. دي كان يكرهها. ايوه. حتى انما محمد ابنه كان يصر ان هو ايه يروح عشان الناس يدوا له حاجه فلوس وبتاع. نعم. عشان يضغط على والده. ويروح يسهر في الليل. فكان لما يقبل سهرة من هذه السهرات كان يظل يبكي يا حبيب قلبي. لأنه كان رقيق. واضح طبعا. كان رقيق. نعم. فاللي كنا بنقول ايه، حضرتك سألتيني ايه عن الموضوع دلوقتي؟ عن عينيه، يعني بيقولوا عينيه كانت جميلة جدا. فأنا قعدت قدامه. نعم. ونظري أو بصري متجه إليه. نعم. فوجدت كهالة من النور، شكله كان جميل. اللهم صل على النبي. بالرغم من أنه كفيف البصر. نعم. إنما هاتين العينان. نعم. لا ترى منهم إلا جمال لم أره في أي عيون أخرى. يا سلام سلم. والله. بس بقى اللي خلاني بقى مبهور أكثر الدموع اللي بتنهمر وهو بيقرا. يا سلام سلم. فأنا بكيت لي بكاء. بيصلي. بكيت له أنه بيتأثر بقراءته. نعم. وبيقرأ بإحساس، مش يعني زي بيدش زي ما بيقولوا. لا. نعم. فاهم ما أقرأ. نعم. بيفهم معنى اللي بيقرأ. نعم. فكان بيتأثر. نعم. فبقول لحضرتك قعدت طول الليل. أنا بقيت أقول له مش هقرأ. نعم. أنا مش هقرأ. أيوه. دوري لوالدي. أيوه. نعم. شيخ محمد. عم الشيخ سيد القاضي. نعم. أنت كراجل بقى بتاع مزيكا ومنشد وقرآن كمان. وقرآن. ماذا يختلف، كيف يختلف صوت الشيخ محمد رفعت عن باقي اساتذتنا المقرئين العظام المصريين؟ هو ليه محمد رفعت مختلف؟ انا ما اقدرش اسمي عم الشيخ رفعت واقول عليه صنايعي، مع انه كان صنايعي. يا سلام. لا، مع انه كان صنايعي، لكن انا ما اقدرش اصنفه في الصنايعيه بتوع القراء. لكن الشيخ رفعت كان يقرأ قراءة تحس ان القرآن ده منزل كده من السماء. يعني ربنا منزله من السماء بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ان كان يبقى عم الشيخ رفعت. عم الشيخ رفعت كان اوضح حاجه في قراءته ان انا كنت اتخيل دايما وانا صغير وانا طفل ان ده القرآن اللي هنسمعه في الجنه فيما لو من علينا الله سبحانه وتعالى بدخول الجنه. وانا اعتقد ان كانوا واخدين الحاجات دي من واتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. انا بس كنت عايز اسال عم الشيخ ابو العنين سؤال مهم قوي. نعم. كيف كانت
التقوى في قراء هذا الجيل اللي مع جيل عم الشيخ رفعت؟ هل فعلا كانت بتتميز بها المشايخ في الوقت ده او اغلبهم؟ كلهم كانوا على تقوى من الله ورضوان. حقيقة. جميعهم. وبعدين يا شيخ سيد كنا نقرأ مع بعض في الليلة في الليالي مثلا ونتنافس ونتبارى وكلنا بنجيب احسن ما عندنا، لان انا مره قرات مع الشيخ احد الشيوخ الشمس طلعت علينا واحنا بنقرا. يا سلام. في فرح والله. عندي واحد حلواني زمان كده اسمه حافظ رمضان. ايوه حافظ رمضان حافظ اظن كده رمضان حافظ ابن رمضان حافظ العباسيه هو. نعم. انا كانت تلفت نظري عند الشيخ ابو العينين واحنا في طفولتنا جمله صغيره ما فيهاش صنع، يعني ما فيهاش صنع قد ما فيها، يعني لما كنت اسمع مثلا بيقول ايه اعوذ من الشر الرجيم فبأي آلاء ربكما تكذبان. تحس ان هنا مش صنعه مش صنعه لا في فرق بين الصنعه والتقوى، لكن كان في صناعيه اكتر منه. هو كان مخلص. كان مخلص. هو كان تلميذ على عم الشيخ درويش الحريري استاذ الاساتذه. ايوه عارف الشيخ درويش. الشيخ درويش ده استاذ سيد ده اكاديميه. أيوة طبعا. كان عنده ربع في باب الوزير لامن فيه الموهوبين المكفوفين بيعلمهم ويأكلهم ويكسيهم وكان قارئ العشرة كمان خلي بالك. ايوه امال ايه يا سيدي. ويديهم فلوس ويدرس موسيقى ويدرس رياضيات وقرآن ويدرس قرآن ويدرس جميع الآلات رغم انه ما بيعزفش. ايوه نعم. وكان يقول لهم امام كان يقول لي اما يجي لقينا بنلعب يقول يا اولاد يا اولاد خدوا اللي جوايا خساره قبل ما اروح بيه القبر. شوف الشجره شوف الشجره المثمره الجميله. فماشيين فبيقول لي سمعنا بلبل صداح كده مشوا لغايه ما وصلوا الست فتحيه راحت نازله من على التخت وبست ايد عم الشيخ درويش وقال لي قعدونا على اليمين عم الشيخ علي محمود وعلى الشمال عم الشيخ رفعت. فهي بقى الست فتحيه اتجننت لما شافت عم الشيخ درويش وعملت حركه كانت صناعيه كمان. طبعا. فعم الشيخ درويش ميل على الشيخ رفعت وقال له تقول دي يا الشيخ؟ قال له لا والله يا عم الشيخ اسال عم الشيخ علي. الشيخ علي يقولها. فقال عم الشيخ علي تقول دي يا الشيخ؟ قال له والله يا عم الشيخ اسال عم الشيخ رفعت. شوف التواضع والادب. طبعا. شوف الادب. طبعا. الادب بتاع العمالقه الفطاحل. كان في جمله يا استاذ احمد بيقولها في الكهف. نعم. تحس فيها حاجه انا جمله جديده. ايوه يا سيدي. كان يقول لك مثلا ايه؟ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نعم الله مش ممكن. عبد الشيخ ابو العليم بالمناسبه ولا وراودته التي هو في بيتها مثلا وقال لا عم الشيخ ابو العليم على فكره خد اتاثر لما تسمعه في النجم والقمر. قال حته جديده في كلمه القمر دايما لما اسمعها افتكر عم الشيخ رفعت. لان احنا قلنا الجيل ده كان جيل تقي وطبعا مش مجامله لعم الشيخ ابو العليم ولو انه النقيب بتاعنا لكن والله ما هي مجامله. يعني شوف لما كان يقول لك ايه مثلا عم الشيخ ابو العليم يقول لك ايه؟ ايوه اقتربت الساعة وانشق القمر. ايوه يا سيدي جديدة 100%. نعم يا سيدي. طب ايه حكاية الضابط الانجليزي اللي سمع الشيخ رفعت في اشهر اسلامه؟ طبعا دي يا ريتك تقولها لنا يا مش خبلانين القصة دي. ده كان في مصر كان زمان الجيش موجود في مصر. نعم. انجليزي. فسمع الشيخ رفعت في الراديو. نعم. في ده بيقول ايه؟ بيقول ايه قالوا له كذا كذا قرآن يعني. قال اشوفه. فراح له وقبل يديه. نعم.
واسلم على يد الشيخ رفعت. اللهم صل. هذا الرجل. لا ده في عملاق كمان أقول اسلم. لك على حاجه ظريفه جدا. ايوه يا حاج. نعم. واسلم على يد الشيخ رفعت. اللهم صل. هذا الرجل. لا ده في عملاق كمان أقول اسلم. لك على حاجه ظريفه جدا. ايوه يا حاج سيد. في نفس الاتجاه. نعم. في جواب جاي من الصين، حد كاتبه بس بالانجليزي، وبيقول فيه ان هو سمع الموجه دي وعرف العنوان، فبعد يقول ان هو سمع غناء بدون موسيقى الله الله الله. انما هزه جدا من الداخل وهز أيوه. مشاعره. نعم. والراجل اللي كان بيقرا هذا الغناء او اللي كان بيغني هذا الغناء، نعم. ليه ما بيغنيش بالموسيقى؟ فانا لما تساءلت هذا التساؤل ده اللي صاحب الجواب، قلت قطعا لو غنى بموسيقى هذا الكلام يجنن. ما كانش يمكن بهذا الاحساس القوي. فمن فضلكم عاوز اعرف اسم المغني ده واسم الاغنيه دي. الله. رجعنا بايه غني، رجعنا للتوقيت اللي حدده في الجواب بتاعه، وبه كان بيسمع القران الكريم. الشيخ رفعت. أيوه. الله. أيوه. فلما القرآن بيقرأ بشكل كما ينبغي أن يكون، بمعنى أن زي ما بيقولوا أن الإنسان بيستوعب ويعرف معناه، بيبقى فعلا أيوه. بيصل إلى القلوب. نعم يا سيدي. على فكرة وبعدين في عملاقين المقرئين العظام في هذه الفترة كانوا كتير جدا ويتميزوا جيل بالكثير كامل. جدا من الميزات، حلاوة الصوت والجمال الصوت والقدرة. إنما في حاجة مهمة جدا مختلفة. في شيء مختلف قوي بالنسبة للشيخ رفعت. نعم. قول في الجميع ما شئت نعم. من جمال صوت ومن نغم قدرة وإلى آخره. أيوه. لكن أنا على الأقل بالنسبة لي أنا، اه. عندما أسمع الشيخ رفعت أحس أن الخشوع أصبح ده زي دفع الجميع ما كان من النور تدخل جواك وأنت بتسمع. يعني ده اللي تقدر تقوله إنه التميز الشديد هو ايوه. أن قراءات مفيش الشيخ كلام. رفعت يعني مفعمة بكم من الخشوع الرباني صادقة جدا اللي لا يمكن تحس بيه إلا في قراءات الشيخ. بالرغم من انه بيقرا من جميع المقامات الموسيقيه. أيوة يا مفيش سيدي. نغمة بيقولها. انما في خشوع تعرف ان ده قران فعلا. نعم يا بس سيدي. على فكرة عم الشيخ أبو العينين عم الشيخ رفعت أسلم على يديه عملاقين عندنا في مصر ممثلين. أسلم على يديه جورج أبيض ودولة أبيض. يا سلام. والله. امال ايه؟ أسلمت على يعني كان هو سمع قرآن وفي نفس اليوم سمع ولد الهدى الست أم كلثوم. هو يا استاذ سيد في كده خبر في اختصاصك، في كان كلام على ان اذاعه الهند عرض انها تستضيف الشيخ رفعت عندها وعرضوا عليه مبالغ ضخمه جدا. ده مهراجة. ايوه مهرجة انا هند. رفض. ورفض عشان يسجل له القران كله. أنا سمعت هذه القصة. نعم. وسمعت إن هو يعني في أحد المساجد كان بيقرأ القرآن أظن في رمضان، وإنه عرض عليه هذا العرض وكاد أن يذهب ده هو فعلا لولا إنه الناس المستمعين اللي بيحضروا له نعم. سمعوا بالموضوع. نعم. فقاموا وهو بتاع وقعدوا يعني متشبثين بيه وقالوا هتسيبنا لمين يا يا عيني. فالراجل هزته الكلمة. نعم. هتسيبنا لمين؟ ما هو شيخ رفعت. قعد واعتذر ورفض انه يروح. هي الطرفة اللي كان مرافق معاه عبد الوهاب. كان هياخد عبد الوهاب كان معاه. هياخد عبد الوهاب معاه. الاستاذ عبد الوهاب. يا ريتهم كانوا خدوا عبد الوهاب. هو طيب احنا عندنا موضوع مهم. كويس ان الاستاذ سيد موجود هنا، ومولانا شيخ المقارئ المصريه الشيخ فضيله الشيخ ابو النعيم شعيشع. معروف ان المدرسه المصريه في قراءه القران اقدم مدرسه. نعم. نعم. ظهرت مدارس بترو دولاريه بعد كده، النفط طلع مدارس للقران وبيقروا. انا عايز اعرف رايك يا عم الشيخ ابو العينين، وراي الاستاذ سيد الغضبان، وراي الشيخ سيد القاضي في الحكايه دي. شوف يا سيدي، في مقوله بتقول ايه؟ نعم. القران نزل بمكه. نعم. وقرئ في مصر. نعم. قرئ في مصر طبعا. ما فيش حد في الدنيا كلها بيقرأ زي القارئ المصري. نعم. نعم. حتى بيقلدونا في البلاد، يعني رحت ايران. ايوه.
ايوه يا سيدي. يعني خدوني يجي 12 سنه. نعم. اروح كل سنه الخبير يطلبني واروح. فجابوا لي لا. اطفال صوت جميل نعم. وبيقلدوا المصريين. ايوه يا سيدي. برضه نعم. بيقلدوا مصر. نعم نعم. انما اللي في بال حضرتك القرآن، اللي بالك. اللي بالك البترولي ده. لا، ده دول مش قرآن مجود. ايوه مرتل، ممكن يبقى مرتل فقط. ايوه. وبعدين يعني انا اقول لك في اخطاء كتير. نعم. فيها نعم. اخطاء كثيره. ايوه. الوقف والابتداء والمد والغنى والحاجات دي كلها فيها اخطاء كثيره. انما علشان هذا القرآن يتلى نعم. في الاماكن الطيبه الطاهره دي نعم. له هذا التاثير على الناس. نعم نعم نعم. انما القارئ المصري ليس له مثيل في العالم. لا، هو ده احنا عايزين نوصل له. وانا بعتقد ان التفسير ده استاذ احمد هو ان مصر نعم من فتره طويله جدا نعم كانت فنونها، وانا بأؤكد على هذا، نعم. السينما المصريه والاذاعه المصريه كله هذه وصلت الى هذه البلاد نعم الاسلاميه والعربيه قبل ان تكون هناك وسائل لبث هذه المسائل. نعم. الاذاعه المصريه من اقدم الاذاعات في الوطن العربي، وصلت بقوه الى معظم هذه المناطق. نعم. ثم الفيلم المصري ايضا وصل الى نعم. البلاد الاسلاميه، ثم الغناء الديني المصري والتواشيح. أيوة وصل. اذا نعم. في مصر كانت في هذه الفنون نعم لها رياده ووجود واضح جدا. نعم. الفت الاذان في كل هذه البلاد العربيه والاسلاميه هذه اللهجه المصريه. نعم. او هذه النبره المصريه. نعم. وتربت عليها. نعم. فامر طبيعي جدا انها تستسيغ هذه النبره. نعم. وتستسيغ هذا النوع من نعم. القراءه. نعم. وتربى يعني اذواقها. ايوه صحيح. من هنا فعلا لما برضو الاذاعه المصريه بعد كده بدات قويه قوي وثم كذا، فجت على ارضيه فعلا مهيئه نعم ان تتقبل هذه النبره وهذه اللهجه وتتفهمها. نعم. كان في ثراء. وبالتالي كان في ثراء يا استاذ سيد. كنت وبعدين تحتار. هات عم الشيخ رفعت على جنب، تحتار تسمع عم الشيخ عبد الشيش ولا الشيخ علي حسين، الشيخ العظيم ده. الفن يا استاذ احمد نعم. كنا بنعشقه نعم لنفس الفن. نعم. سواء انت قرآن او نعم. غناء نعم. او شعر نعم. او ادب. نعم. كنا متفوقين عن العالم أيوة. كله. لو في حاجه برضو موضوع الازهر، وجود الازهر عندك. الازهر نعم. كان له مكانه. احنا بنتكلم عن الازهر ايام ما كان في ازهر. ايام الازهر كان رمز اسلامي في غايه الخطوره نعم بالنسبه للناس. نعم. وبيعتبر فعلا الرمز الاهم في العالم الاسلامي كله. نعم. فاي حاجه تطلع من مصر متعلقه بالاسلام كان بينظر على دي بلد الازهر، دستور. بلد. نعم. انا رحت اندونيسيا، نعم. فلقيت من اروج الحاجات اللي بتباع المصحف المطبوع في مصر. نعم. بينما هناك مصاحف مطبوعه افخر طباعه في اماكن اخرى بالمذهب وبتاع. فسالت الناس هل لان ده خطه اوضح؟ لا، ده خطه ولا ارخص. طب امال ايه المساله؟ قال لك ده بيتبركوا بيه لانه أيوة. جاي من بلد الازهر. نعم. فالازهر كان بيعطي زخم غير طبيعي نعم. لاي شيء له علاقه بالدين الاسلامي يصل الى هذه البلاد. نعم. كانوا وبعدين المبعوثين اللي بيجوا كلهم في الازهر من هذه البلاد بيجوا يتعلموا في الازهر. نعم. فبيتعلموا بهذه اللهجه. نعم. كل هذه الامور ادت فعلا للهجه المصريه وللقراء المصريين الفرصه ان الارض مهيئه لهم. ان هم لما يروحوا هناك يلاقوا المتقبلين يعني اذانهم مهيئه لهذا. هو يا سيدي المشايخ هم اللي عملوا الموسيقى الشرقيه. وانا فاكر مقوله لداود حسني اليهودي في مؤتمر الموسيقى العربيه هنا سنه 31 او 32 مش متذكر بالظبط. الفتره دي وكان هاجموا عبد الوهاب وقالوا له انك انت بتسرق من الموسيقى الغربيه، وكان هو حجته ان الموسيقى الشرقيه والربع تون مش ممكن تأدي الغرض ومش ممكن تجابه المستجدات الجديدة. فداود حسني قال له يا ابني طول ما القرآن في هذه الأمة ما فيش خوف على الموسيقى. طيب عم الشيخ أبو العينين، سيادتك تفضلت وقلت إن عمنا الشيخ رفعت رحمة الله عليك احتضنك
وتقريبا ده نوع من التشجيع. طبعا. كان يقول للناس اللي يقولوا في عشان يروح يسهر عندهم، يقول لهم مين معايا؟ يقول له الشيخ ابو العنين. يقول له كيف الشيخ ابو العنين؟ نعم. الله 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 الله. طيب فاصل. قبل 5 يونيو 67 العجوز فيكم هيعرف احنا كنا بنحلم حلم حلال، ما كناش عايزين لا نملك الارض ولا عليها ولا نبغي على حد، كنا عايزين نعمل في بلدنا جنه فيها العداله وفيها الانسانيه اللي امرنا بها ربنا في جميع الاديان. وكان اياميها ملحمه الشعب الفيتنامي العظيم، ولما حصلت الازمه بتاعت يونيو دي والحشود على حدود سوريا، واضطر عبد الناصر يلتزم بميثاق الدفاع المشترك بينه وبين سوريا، وقال له سنتسحب قوات الامم المتحده. احنا كلنا تعبأنا شحنا وبدأنا نبقى مستعدين للحرب. وحتى عبد الناصر قال اذا كانت اسرائيل بتهدد بالحرب بنقول لها اهلا وسهلا، انا فاكر كلامه بالحرف. فكتبت من التجربه الفيتناميه، حرب الشعب الفيتناميه، تصور على قد مفهومي وعلى قد ما قدرت. رساله من اب لابنه على الجبهه. واه يا عبد الودود، يا رابص على الحدود ومحافظ على النظام، كيفك يا واد صحيح، عسى الله تكون مليح وراجب للأمام، أمك هتدعي ليك وهتسلم عليك وتقول بعد السلام خليك ددع لأبوك لا يقولوا منين ده أبوك ويمسقوا الكلام. واه يا عبد الودود، أقول لك وانت خابر كل القضية عاد، ولسه دم خيك ما شرباش التراب، حسك عينك تزحزح يدك عن الزناد، خليك يا عبد راصد لساعة الحساب، آن الأوان يا ولدي ما عاد إلا المعاد، تنفض الشرك واصل وينزحوا الكلاب، إن كنت ود أبوك الدبلي طار أخوك، والأهل يبلغوك جميعا السلام. واه يا عبد الودود، كيفك وكيف زمايلك عسى الله طيبين، خالك زناتي دايلك ضمن المتطوعين، واختك تطلع يوماتي على المستشفى القديمه، حاكم يمرنوها في العركه تكون حكيمه، ومحمدين موافي يتعلم المضافي، ويقول لك شد عزمك ويقول لك العوافي، ومن هنا الجرايب والعيله والعيال هيبلغوك سلامهم ولتمه الردال، واخر الكلام نقول لك في الختام الله يصون بلدنا ويحرس السلام، والدك حسن محارب غفير برد الحمام. الله الله. هي دي مصر. يا سيدي. نعم. انت حضرتك صعيدي ولا ما؟ انا شرقاوي. احلى عناب واحلى شاي مظبوط يا بهوات. يا ابني احنا بنكتب عليك كركديه، اكتب عليه. اكتب عليه كركديه. عشان نصدق بس يا سيدي. بهوات زي اللي جاب بطه وكتب عليها خروف وذبحها في العيد. ثانك يو. طيب واحنا بنشرب الشاي الجميل ده والعناب الجميل ده يا عم الشيخ سيد يا قاضي. نعم. بيتهيألي بترفرف علينا كده روح عم الشيخ زكريا وعم الشيخ علي محمود رحمه الله عليهم. أيوه. ومولاي كتبت رحمة الناس عليك لما يعني إذا أردت. هو طبعا احنا هنبين ان البطانه اللي كانت بتقول الاول مولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرم يا عيني. مولاي
الناس عليك فضلا وكرم، فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجم. الله الله. فالمرجع والمآل والكل إليك. الله الله. فالمرجع والمآل والكل إليك. فالمرجع والمآل والكل إليك عرب وعجم. ما لي عمل يصلح للعرض عليك، إن زال قدم فارحم ذلي ووقفتي بين يديك، بل سار عالم. الله الله الله. طيب احنا عايزين بقى ان شاء الله في ختام هذه الحلقة المباركة العاطرة نسمع من كل واحد فيكم كلمتين في روح مولانا عم الشيخ محمد رفعت، يعني ونبدأ بمولانا الكبير. لا نختتم بمولانا الشيخ ابو العينين يبقى ختام ومسك. طب قول انت يا سعيد. الحقيقة أنا بتمنى من الله سبحانه وتعالى وما يكترش عليه إن شاء الله إن يمن علينا، والبطون في مصر لا أظن أنها عقرت يعني. نفسنا يجينا برضو الشيخ رفعت من جديد دلوقتي. ده بعينك. سيد بيه طبعا. يعني أرجو أن ربنا يعني يجزي ويحسن جزاؤه الشيخ رفعت بقدر ما أبقى للقرآن في هذه القلوب، قلوب الأمة الإسلامية كلها. نعم. يعني هذا الموقع وبقدر ما جعل هذه القلوب تهتز عندما تسمع صوته بكل هذا الخشوع. ندعو الله أن يتغمد فقيدنا الكبير فضيلة الشيخ محمد رفعت بواسع رحمته ويحشرنا في زمرته ويجمعنا به في الجنة. ونقرأ الفاتحة على روح الكريم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وكل عام وأنتم بخير. والفقير إليه تعالى ما عنديش كلام أقوله إلا اللي قاله لي الأستاذ محمد قطب على لسان المفكر الإنجليزي: احذروا هذا الضرير الهزيل الذي جدد شباب القرآن. الله الله الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كل سنة وانتم طيبين. انتم طيبين. وكل سنة ومصر طيبة يا رب. وولادة. واللي جابت الشيخ رفعت هتجيب غيره برضه. ما هي ولادة فعلا يعني. امال ايه يا سيدي؟ يا سيدي. نعم. أنا كنت قلت لكم حكاية القصيدة بتاعت الرسالة. طبعا بعد القصيدة دي يمكن ب 24 ساعة حصل اللي حصل، ونزلنا من سابع سما لسابع أرض، نزلنا على جدول رقبتنا. فأنا كتبت قصيدة غضب ما بحبش أقولها، يعني بتوجعني أنا. اللي هي الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا يا ما احنا رجعت ظبطنا من خط النار. القصيدة دي عملت معايا حاجة غريبة جدا. لحنها الشيخ إمام الله يرحمه وبقى يقولها وانتشرت بسرعة. وبعدين في ليلة كده قاعدين في حوش آدم، جه وفد كده، وفد عمال خشوا علينا من مصنع الحديد والصلب في حلوان، وقعدوا ثم فواحد فيهم جه جنبي كده قال لي: في منشورات بتتوزع
في المصنع، وراح مديني ورقه قال لي ده منشور، فبفتح القصيده، بفتح الورقه لقيت قصيده الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا. وبعدين بس هو كان مزود فيها جزء انا نسيته، كان لازم اقوله. سبحان الله. هشاور لك على الجزء وانا بقول القصيده عشان تعرف انه ازاي كملها. الحمد لله خبطنا تحت بطاطنا، يا محلى رجعت ظباطنا من خط النار، يا اهل مصر المحميه بالحرميه، الفول كتير والطعميه والبر عمار، والعيشه معدن وهي ماشيه اخر اشياء، مدام جنابه والحاشيه بكروش وكتار، هتقول لي سينا وما سيناش ما تدوشناش، ما 600 اتوبيس ماشي شاحنين انفار، ايه يعني لما يموت مليون او كل الكون، العمر اصلا مش مضمون والناس اعمار، ايه يعني في العقبه جرينا ولا في سينا، هي الهزيمه تنسينا اننا احرار، ايه يعني شعب في ليل ذله ضايع كله، ده كفايه بس اما تقول له احنا الثوار. اللي جاي ده هو اللي كان مضاف، الحمد لله وهي ظابط والبيه حاطط في كل حته مدير ظابط وان شاء الله حمار، وكفايه اسيادنا البعداء عايشين سعداء بفضل ناس تملى المعده وتقول اشعار تمجد وتماين حتى الخاين، وان شاء الله يخربها مداين عبد الجبار. ودي كانت نهايه فرقه عكاشه المسرحيه وبدايه مرحله الاعتقالات اللي استمرت 18 سنه بعد كده، وكل سنه وانتم طيبين. مش الظن بمعنى إدراك الطرف